في ليلة مظلمة وعاصفة كان هناك بحار شجاع يدعى جون. جون كان مغامرا حريصا على استكشاف أعماق البحار السوداء والغامضة. شعر بفضول شديد حول أسرار المحيط والمخلوقات البحرية الغريبة التي تسكنه. في إحدى رحلاته قرر جون الغوص في منطقة عميقة معروفة كمثلث الرعب، حيث اختفى العديد من البحارة بشكل غامض. بينما كان جون يستكشف قاع المحيط باستخدام فانوسه الخاص، اكتشف شكلا هائلا يقترب منه من الظلام. تسارع قلبه وسيطر الخوف على روحه. عندما ظهر الشيء الغريب ووقف أمامه، رأت عينا شيئا لا يصدق، مخلوق يشبه الأخطبوط ولكن بحجم هائل وأذرع ملتوية تمتد عبر البحر. يبدو أن المخلوق الشبيه بالأخطبوط يتألم، تصدر أصواتا مرعبة وكأنها تستغيث بجون. شعر جون بالحاجة إلى مساعدة هذا الكائن الضخم الذي ظهر وكأنه مرسل من عالم آخر. ومع ذلك عندما اقترب تسلل شعور بالرعب إليه. فجأة بدأت ذراع الأخطبوط تلتف حول جون مثل أيدي شيطانية متدلية من الهاوية. حاول الهروب لكن الأذرع اللزجة أمسكته بقوة، والأخطبوط ابتلعه ببطء. صراخه امتزج مع أصوات الرياح وأمواج البحر، وبينما كان يبتلعه ذراعي الوحش تدريجيا اختفت الأضواء وابتلعته المياه السوداء تماما. منذ تلك اللحظة لم يرى أحد جون أو سفينته مرة أخرى. لقد اختفى في أسرار مثلث الرعب، حيث ينتظر الأخطبوط الأكثر رعبا في العالم بحارة جدد يتمتعون بالجرأة الكافية لاستكشاف أعماقه.